اكتشفت الفترة اللي فاتت إن أنا كنت مقصر جدا في نوعية أفلام مميزة جدا ومحبوبة من ناس كتيرة جدا منهم أنا، وهي أفلام الصراع والبقاء على قيد الحياة اللي مشحونة بأجواء التوتر والقلق اللي أنا بحبها جدا في الأفلام دي. فعشان كده قررت النهاردة إن أنا أعمل لكم الجزء الأولاني من سلسلة أفضل أفلام صراع وبقاء على قيد الحياة. وبالمناسبة السلسلة دي مطولة معانا حبتين، فعشان كده ممكن كمان نعمل الجزء التاني في الفيديو الجاي كمان إن شاء الله. بس أهم حاجة ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. ومعانا أول فيلم لازم نتكلم عليه النهاردة، وهو فيلم كاستاوي من بطولة النجم العالمي اللي أنا شخصيا بحبه جدا وهو توم هانكس. وقصة الفيلم بتحكي عن تشاك نولاند، وهو موظف في شركة فيديكس اللي بتحصل له حادثة طيارة وبيلاقي نفسه وحيد على جزيرة معزولة. الفيلم ده مميز جدا لأن توم هانكس تقريبا بيمثل لوحده معظم مشاهد الفيلم، وبيقدر يجسد مشاهد الصراع والبقاء بشكل متميز جدا في الفيلم. توم هانكس قدم أداء ممتاز في الفيلم، وده خلاه يترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في الفيلم، وكمان فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل برضه عشان يجسد دور رجل متوسط العمر ما بيمارسش الرياضة. وبعدها وقفوا التصوير لمدة سنة كاملة عشان يقدر يخس 22 كيلو وينمو شعره عشان يتناسب مع الفترة اللي قضاها على الجزيرة. الفيلم ده مش بس دراما مؤثرة، لكنه كمان بيدينا نظرة عميقة عن قوة الإرادة البشرية. توم هانكس خلانا نعيش كل لحظات الوحدة والمعاناة الشديدة جدا على الجزيرة. I made a rope and I went up to the summit. أداؤه التمثيلي كان عبقري لدرجة إن هو خلاني فعلا أصدق إن هو عايش على جزيرة معزولة لوحده. يا راجل ده خلاك تبكي على كورة. يبقوا افتكروا المشهد ده، إن انتوا هتبكوا على كورة كده، يعني مجرد كورة لعبة هتبكي عليها. القصة مش بس مؤثرة، ده بتدي درس جديد جدا عن الإرادة والصمود. من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها طبعا وهو فيلم أوتيل مومباي. فيلم بيحكي عن قصة حقيقية للهجمات الإرهابية اللي حصلت واللي استهدفت سنة 2008 مومباي. الهجمات الإرهابية دي استهدفت فندق مشهور جدا في الهند. والفيلم بيعرض لنا شجاعة كل الموظفين اللي موجودين في الفندق، الموظفين اللي خاطروا بحياتهم بشدة عشان يحموا حياة النزلاء اللي عايشين في الفندق. كمان بنشوف قصص مؤثرة لزوار الفندق اللي كانوا بيحاولوا ينجوا وسط الفوضى دي. الأداء التمثيلي متميز جدا، الممثلين كلهم بلا من غير ما انسى أي حد فيهم قدروا يجسدوا كل دور بطريقة مثالية. الفيلم بيقدم قصة إنسانية مؤثرة عن الشجاعة والتضحية في مواجهة الإرهاب. من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها وهو فيلم نو واي. قصة الفيلم بتحكي عن مايا، وهي أم حامل بتحاول تهرب من بلدها بسبب ظروف قمعية، وده طبعا عشان تبدأ حياة جديدة في مكان آمن. لكن خلال رحلتها على سفينة الشحن بتحصل كارثة غير متوقعة، وبتلاقي نفسها محبوسة لوحدها في حاوية شحن بتطفو في وسط البحر. القصة كلها ببساطة شديدة جدا بتورينا أدق التفاصيل عن كلمة صراع للبقاء على قيد الحياة. مايا استخدمت شجاعتها وذكائها عشان تواجه الجوع والعطش والمخاطر اللي حواليها. الفيلم بيوضح لنا لحظات مرعبة من الوحدة واليأس، لكن في نفس الوقت مليان أمل وعزيمة. I'm trying, but I don't think I can do this. Just try to hang in there.
We're gonna get out of here. وده بلا شك بيخليك تتعمق في الشخصية وترتبط بيها. الفيلم بكل بساطة هو درس عن القوة والإرادة البشرية في أصعب الظروف. من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها هو فيلم نو اسكيب. الفيلم بيحكي عن جاك دوير، وهو أب أمريكي بينقل أسرته الصغيرة لبلد في جنوب شرق آسيا، وده عشان يبدأوا حياة جديدة بسبب شغله. في البداية كل حاجة بتبتدي بشكل طبيعي وعادي جدا، لكن فجأة الأمور كلها بتنقلب. وده لما بيحصل ثورة عنيفة في البلد، والمتمردين بيستهدفوا كل الأجانب بما فيهم جاك وأسرته. جاك بيلاقي نفسه في صراع مرعب جدا ضد الزمن، وبيحاول فيه إن هو يهرب بعيلته وسط الفوضى والدمار اللي بيحصل حواليه. المشاهد بتتوالى بشكل مكثف، وده من مطاردات على الأسطح لقفزات مستحيلة من خلال المباني، وكل خطوة جاك بياخدها مليانة مخاطرة. الإخراج كان ممتاز مع تصوير حابس للأنفاس، بيحسسك إن في دمار وفوضى عارمة في كل مكان. الأحداث سريعة مش بتديك فرصة إن أنت تتنفس. الموسيقى التصويرية متميزة جدا، بتزود وبتشحن من أجواء التوتر والقلق. You're alive, Jack. من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها وهو فيلم Escape Room، وهو بلا شك تجربة سينمائية بتحبس الأنفاس من أول دقيقة لآخر ثانية. وبالمناسبة مكون من جزئين. قصة الفيلم بتحكي عن 6 أشخاص غريبين لما بيتلقوا دعوات للمشاركة في لعبة غريبة جدا، وهي غرفة الهروب، وده بمقابل جائزة مالية ضخمة جدا. لكن اللي بيبدأ كلعبة ممتعة بينتهي بكابوس مرعب، وده لما بيكتشفوا إن الغرف دي مصممة لقتلهم لو ما عرفوش يحلوا الألغاز في الوقت المحدد. كل غرفة أخطر من اللي قبلها، ومع كل خطوة بيقربوا فيها للنجاة بيكتشفوا إنهم مش ضحايا عشوائيين، وإن اللعبة دي في حد ذاتها ليها علاقة كبيرة جدا بماضيهم. التوتر في الفيلم لا يوصف، والألغاز عبقرية ومبتكرة بطريقة تخليك مستمر قدام الشاشة. الفيلم مش بس بيشدك بأحداثه السريعة، لا ده كمان بيختبر ذكائك في إن أنت تحاول تحل الألغاز مع الأبطال نفسهم. الإخراج كان رائع، وكل غرفة كانت مصممة بشكل مدهش، وطبعا الإضاءة والتصوير زودوا من أجواء التوتر والقلق. Have you played the game before? So what is this? Like a tournament of champions? We solve the puzzles or we die. Yes! من الأفلام اللي لازم أتكلم عليها هو فيلم بيلكو إكسبيرمنت. وبالمناسبة برضو الفيلم ده مفيش ناس كتيرة واخدين بالهم منه يا جماعة، بالرغم إنه هو بيحبس الأنفاس. وقصة الفيلم بتتكلم عن 80 موظف أمريكي شغالين في شركة بيلكو في كولومبيا، بيلاقوا نفسهم فجأة محبوسين في مبنى الشركة بتاعهم، وفجأة صوت غامض بيظهر مرة واحدة وبيقول لهم بكل برود اقتلوا بعض أو كلكم هتموتوا. في الأول الناس بتتعامل مع الموضوع على إنه تهديد فاضي، لكن لما بيبدأوا يشوفوا إن في ناس فعلا بتموت بجد، الرعب الحقيقي هنا بيبدأ. التوتر هنا بيعلى جدا لما تكتشف إن أنت قاعد وسط ناس ممكن يضحوا بيك في أي لحظة عشان ينقذوا حياتهم. الفيلم ده أقل ما يقال عليه إن هو فيلم عبقري في تقديم فكرة اقتل أو تقتل. الإخراج كان خرافي، وكل لقطة مليانة توتر وضغط نفسي بيخليك مش قادر تشيل عينك من الشاشة. الشخصيات مصممة بواقعية شديدة جدا، وكل شخصية فيهم بتبين لك قد إيه البشر ممكن يتحولوا لما بيواجهوا خطر شديد جدا. الفيلم ده بكل بساطة بيبين لك الجانب المظلم للطبيعة البشرية لما بتتحط في ضغط شديد.
وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناة وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكموش كل جديد. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر فيلم من دول عجبكم، او ايه الافلام اللي انتوا شايفينها ان هي مظلومة وما اتذكرتش في القائمة بتاعت النهاردة في الجزء الاولاني. بالمناسبة استنوا الجزء الثاني في الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.